يا جماعة، ولك يا جماعة مشان الله حدا يفهمني، هذا المنتخب المغربي الثالث ولا المنتخب البرازيلي هذا؟ ما شاء الله، إذا الثالث هيك شلون الأول؟ الضرب بالثقيل. ألف مبروك لمنتخب المغرب. شوفوا لي على الجول. ألف مبروك الوصول إلى الكأس، وإن شاء الله بتاخذوها. لكن اللي مجنني إنه إحنا كنا زعلانين وخسرنا 1-0 ضد المغرب، إما تحمدوا ربكم 3-0 الإمارات. بعد ما شفنا فضيحة الإمارات قدام المغرب وأكلوهم ب3، الحمد لله يا ربي، بسنا ايدنا وشو قفلنا، خسرنا فرق جول بس، ولك طلعنا بشرف. الإمارات دولة المليارات عم تتبهدل كرويا قدام المغرب. يا محلى منتخب سوريا، عن جد شي بيرفع الراس. الله 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 يا المغرب. رسميا المغرب إلى نهائي كأس العرب، مرشح الأول والمرشح الحقيقي للبطولة. حمد الله شوي علينا يا حمد الله. مجرد ما دخل على الملعب صنع الهدف الثاني تبع المغرب وسجل الهدف الثالث. أداء كبير من المهداوي، من البركاوي، من كل المغرب. شو هالأداء وشو هالشخصية اللي بيمتلكها المغرب. كان المنتخب الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الشباب ولا الناشئين، المغرب وين ما كان عم بيبدع. انجاز ورا انجاز للمغرب، ملا منظومه تاريخيه عندهم. يعني ما شاء الله على المغرب، اذا تركيزهم الاول على كاس افريقيا ومش هون، وتاهلوا على النهائي كاس العرب. كيف لو فاز بكاس العرب وراح فاز بكاس افريقيا؟ خلاص يا المغرب، خلاص يا المغرب. المغرب مش عم تلعب كره، المغرب عم تكتب التاريخ. الف مبروك لاسود الاطلس، الف مبروك للشعب واهل المغرب العظيم. المغرب للتاريخ. شو عملت المغرب بالإمارات يا جماعة؟ المغرب قضت على الإمارات بشكل كامل، وكأنه المغرب أخذت بالثار للجار الجزائر بالثلاث في نصف نهائي كأس العرب. عم تقصي منتخب الإمارات وبتطلع للنهائي عشان تعرف مين تحدد، إما الأردن أو السعودية بمواجهة المغرب في نهائي كأس العرب. يا ساتر يا اخوان، المغرب ولعها. المغرب الى نهائي كأس العرب. نعم، بعد مباراة كبيرة وبعد الفوز على الامارات. المتألق حمد الله دخل كبديل وصنع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث وقضى على المباراة. المغرب منذ بداية البطولة وهو احد افضل المنتخبات واحد ابرز المرشحين للفوز بالبطولة، وبعد قليل راح نعرف من سيكون خصم المغرب في النهائي، هل هو السعودية ام الاردن. الف مبروك للمغرب وهارد لك الامارات، ودعمنا بالمتابعة. والله يا جماعة أكبر كارثة، هذه عيب يعني، هذه راح تكون زي الزلزال على قارة آسيا في حال أن المغرب توج بكأس العرب. يا جماعة داخلين بالفريق الثالث، تكفون استوعبوا شوي. الفرق الآسيوية كلها قاعدة تلعب بالفريق الأول، الفريق الأساسي الدوريات عندنا واقفة، هم لا لسه عندهم كأس أفريقيا، راح ينزلوا الفريق الثالث. فرق احنا يعني لعيبة احنا صراحة ما نعرف، لعيبة يعتبرون جيدين لكن ما يلعبون بشكل أساسي في كأس العالم مثلا. يمكن ما تشوف هذول اللعيبة وصلوا للنهائي، هذه باقي لهم خطوة ويأخذون البطولة. إذا صارت يا جماعة والله يا هي يعني صفعة تاريخية على قارة آسيا. المغرب كذا بوب ضربت ضربة تاريخية لقارة آسيا، قالت لهم أنتم ما عندكم كورة، هذه في حال أنهم توجوا بها. يعني الفريق اللي راح يوصل للنهائي سواء الأردن ولا السعودية، المفروض عشان يحافظ على كرامة القارة يضرب، مو يفوز 1-0 حتى، لا يضرب، لأن غير كذا مصيبة والله يا جماعة. هاتوا المغربي هاتوا، ده أنا بحلم بيك، بحلم بيك. شوف أنا ما أشوف وين المغرب الأردني وين، ده أنا بحلم بيك وفي النهائي، وربي أنا مستنيك. تعال يا البركاوي، تعال يا حمد الله، تعال، ده أنا بحلم بيك. أنا مباراة الأردن المباراة محسوية يا حبيبي، ما حتابعها. أنا بحلم بيك يا مغربي. يا عم ايش ذا؟ ايش المنتخب ذا؟ يلعن ابليسه، يلعن شكلهم والهدف. يا ويلي، يا ساتر يا ساتر يا ولد، ايش التيكي تاك ذي؟ هذا مو منتخب ولا اساسي. الف مبروك المنتخب المغربي التأهل، وهارد لك لاهل الامارات. بس يا اخوان هذا لازم يعني ايش فيه؟ ما شاء الله تبارك الله حمد الله. اصلا متى اخر مره استدعى للمنتخب؟ جاء هذه البطوله وانطرد في المجموعات وتوقف مباراه ولا اثنين، اليوم رجع، ما رجع كاساسي، دخل في اخر الوقت، كانت النتيجه 1-0 للمغرب، صنع الهدف الثاني اللي حسم المباراه وسجل الثالث. ظاهره عربيه، كميه شخصيه، كميه حضور في اي لحظات،
بس عبد الله في النهايه باذن الله لما المنتخب يوصل ابغى نفس ادائك في مباراه الاتحاد والشباب، ابغاها بالملي يعني نفسها، استثناء اخر مباراه لانك سجلت فيها. فولو لايك اخوان، السلام عليكم. وعرب افريقيا، الجزائر جبنا لها التعر من عند الامارات، تونس جبنا لها التعر من عند سوريا، ضربنا كاع المنتخبات الاسيويه، ضربنا السعوديه، ضربنا سوريا، ضربنا الامارات، وغنضربوا دابا اللي جا فيهم في الفينال غنضربوه في المنتخبات الاسيويه. شكون حنا مروكو، حنا المغرب اللي كنجيبوا التعر الافريقي وكنجيبوا التعر لبلادنا. هاتوا المغرب عاوتاني تتوما الامارات، هاتوا المغرب هاو معطاكم 3 المغرب وغادي للفينال وغيزيد داك كوب العرب المغرب الاول والافريقيا والعرب افريقيا. حمد الله الجوليادور، حمد الله اليوم كيدخل كيقلب الماتش في الدوزيام ميطا. كليناهم هادو هما الامارات، هذا راه ماشي منتخب الامارات، منتخب البرازيلي والارجنتيني والكوت ديفواري، وكليناهم ب3. لعبنا معاهم، كسرنا معاهم، راه غير بريكول الامارات بالنسبه للمغرب. تقعد مروكو تقعد 3. ارى الاخر. هاتوا المغرب. ايوا ها حنا جينا وهاتيناكم ب3-0. سيكواس عاوتاني يا اخوان، سيكواس. علاش هذا علاش كديروا العيب؟ علاش ما خصكمش ديروا معنا العيب ما خصكمش ديروا معنا، حنا شرفه وربي معانا. سيكواس عاوتاني يا اخوان، سيكواس. مش طبيعي المغرب الجول الثالث يا رجل، المغرب بالفريق الثالث، انت عارف يعني بالفريق الثالث، والامارات بالفريق الاول، واغلب لاعبتها اجانب يا رجل، تفوز عليها 3-0 اللي كانت سبب بخروج الجزائر. مش طبيعي. تعال باذن الله المغرب راح تكون ضد الاردن، واكيد الاردن والكأس راح يروحوا فيه على عمان بإذن الله. وبس يا عم حبايبنا المغاربة، ألف مبروك وهارد لك للإمارات، كل الحب، سلام. الكلام اللي انا هقوله ده انت عارفني مش بطبل، بس بجد والله منتخب المغرب فخرنا في افريقيا، فخرنا يعني. ده المنتخب اللي بتحس كده قدام الناس اللي انت بتتفاخر، اللي عندك منتخب في القاره بتاعتك زي منتخب المغرب. وده على فكره مش يوم وليله، ده شغل. بقول لك شباب كاس عالم اولمبي برونزيه، فريق اول رابع كاس العالم، واهو في نهائي كاس العرب بعد الفوز على البرازيل 3-0. واحد يقول لي برازيل ايه ده؟ امارات ايه يا عم؟ ده مجنسين الفرقه بتاعتهم 8 برازيليين، 1 ارجنتين، 1 من بوركينا فاسو. فهو يعني المغرب لما بتسمع يعني في ناس برازيليين بتلاقيهم صهدانين كده. وعايز اقول لك حاجه كمان يا ابو الصحاب، المغرب بالصف الثالث او الرابع، في ناس على ارضيه الملعب المغاربه مش عارفاهم اصلا. المهم المغرب في نهائي كاس العرب، واعتقد اخواتنا الجزائريين كانوا مستنيين المغرب عشان يروحوا سوا، لا استنوا للنهائي وبعد كده خدوا الكاس وارجعوا سوا. اول شيء هارد لك للمنتخب الاماراتي ومبروك للمنتخب المغربي، ولكن بيجي واحد راسه مربع هل قده بيجي بيقول لك سوريا فازت علي المغرب 1-0، مو لانه سوريا منيحه، لانه المغرب سيئه وعم تلعب بالدفعه الثانيه والثالثه من اللعيبه. المغرب اللي فاز على السعوديه 1-0، المغرب اللي فاز على الامارات 3-0، المغرب اللي فاز باول مباراه له 3-1، المغرب اللي حسنت سوريا انه تنتهي المباراة 1-0 رغم الحرب، رغم الامكانيات، رغم كل شيء صاير في سوريا. هذا المنتخب المحترم اللي اجى يقدم بطولة محترمة. لهذا السبب حكينا يوم خرجنا من المغرب خرجنا مرفوعين الرأس ومبسوطين. وهارد لك لمنتخبنا، هارد لك للابطال اللي لعبت، هارد لك لهالمنتخب اللي اثبت نفسه. ألف مبروك فوز المغرب على المستوى والأداء والجبروت اللي قدموه اليوم أمام الإمارات، وفازوا ب3 وكويس إنها ما انتهت 5. عبد الرزاق حمد الله في 10 دقائق أنهى كل شيء، صنع هدف، سجل هدف، أنهى المباراة، صار نجم المباراة في 10 دقائق، دخل دقيقة 80 طلع، انتهى الموضوع. الكرة بسيطة يا جماعة الخير، الإمارات ما قدموا أي شيء يشفع لهم نهائيا، استحواذ على الفاضي. كوزمن لازم يراجع حساباتها بالموجودين، هذول مستحيل هذول لاعبين كرة قدم، في أفضل منهم في الدوري الإماراتي، مستحيل هذول لاعبين. يعني المباراة الوحيدة اللي قدموا فيها قتالية مباراة الجزائر، أما المجموعات طلعوا بعجوبة أو طلعوا من المجموعات بعجوبة يعني تأهلوا منها. فالمباراة هذه توضح لك يعني السوء اللي عند الإمارات. ألف مبروك فوز المغرب، ما نقلل من فوز المغرب، مبدع من بداية البطولة إلى الآن، ولكن النهائي راح يكون سعودي مغربي بإذن الله، بإذن الله فايزين بإذن الله تعالى، ناخذ الثار حقنا وحق الإمارات. المغرب خلصت على الإمارات ب3 أهداف، أجيبها لك من الآخر، منتخب المغرب بطل لكأس العرب، ابعتوها لهم. أبغى أعطيكم معلومة عن المغرب. تدرون أن المغرب في بطولة كأس العرب استقبل هدف واحد؟
نعم استقبل هدف واحد وامام جزر القمر، وبعدها ما استقبل امام عمان، ما استقبل امام السعوديه، ما استقبل امام سوريا، ما استقبل، وامام الامارات ما استقبل. يا اخوان انتم متخيلين السيطره والاستحواذ والقوه البدنيه اللي يملكونها؟ يا جماعه صعبه، وهذا صف ثالث بدل رابع، يعني لو يجيبون الصف الاول رحنا فيها. يا اخوان حدثوا العاقل بما يعقل. امكانيات المغرب بالنسبه لي امكانيات عاليه، وبالذات المنتخبات الافريقيه يا جماعه الخير مصيبه، والله العظيم مصيبه. يعني مهما نقول عن المغرب قليل بحقه، شوف المغرب الان نهائي كاس العرب وبالصف الثالث بالرديف، ولا ننسى ان ما استقبل الا هدف واحد. هنا نقول لكم ان المغرب بامكانه ياخذ اي بطوله يبيها. لا تزعلوا، بس منتخب آخر يظلم من المنتخب المغربي. أنا برأيي المنتخب المغربي ما لازم يشارك في بطولة كأس العرب أصلا. المغربيين بشكل عام جدا طيبين وحنينين، هم شافوا إنه في فارق مرعب بينهم وبين أي منتخب عربي آخر، شافوا إنهم حاليا يصنفوا كمنتخب أوروبي بل منتخب عالمي قادر ينافس على أي بطولة بالعالم، فقالوا يلا بنجي بالفريق الثالث أو الرابع، لاعبين حرفيا يمكن ولا واحد منهم بالفريق الأساسي، كلهم لاعبين محليين، وبالأخير وصلوا النهائي. لما بيحكي إنه المغرب ظلم الإمارات فهو فعلا ظلمهم مثل ما ظلم باقي المنتخبات اللي لعب معهم في بطولة كأس العرب. فالمغرب في بطولة كأس العرب لعب 5 مباريات طلع ب4 كلين شيت، يعني المنتخبات مو قادرة تسجل حتى هدف على المغرب حتى أصلا تفوز عليهم. ولو بنلاحظ هذا المنتخب للمغرب في بطولة كأس العرب مش منتخب بيكتسح الخصم وبيتفوق بالطول وبالعرض، لأنه العناصر متواضعة إلى جيدة، ولكن وراء هذول العناصر مدرب عبقري بيعرف يسير ويدير المباريات بطريقة ممتازة، بيعرف كيف يفوز قبل ما يقدم أداء. هذا النوع من البطولات المباريات فيها تكسب ولا تلعب. لما رحت قطر وقابلت الجمهور المغربي اكتشفت انهم شعب جدا مغرور كرويا ويحق لهم بصراحة. تحدياتهم جدا باردة، بيحكوا لك جملة بسيطة، احنا راح نفوز عليك وبس. هم عندهم ثقة جدا كبيرة بهذا المنتخب، سواء كان صغار، شباب، اساسي، فريق ثالث، فريق رابع، وفعلا المغرب بالفريق الثالث او الرابع حاليا في نهائي كأس العرب.